السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا كيفاش غادي نحميو الطيور ديالنا من درجة حرارة الصيف. طائر فيشر هو طائر ببغاء صغير ما كيتحملش درجة حرارة مرتفعة، هادشي يقدر يسبب ليه مشاكل صحية خطيرة. داكشي علاش خصنا نعرفوا شنو خصنا نديرو باش نحميو الطائر ديالنا من ارتفاع درجة الحرارة. أول حاجة خصك تنتبه ليها هو أن القفص اللي غادي تحطو في بلاصة ما كتضربش فيها الشمس مباشرة، خصوصا الشمس ديال الزوال أو لا عند الظهيرة. داكشي علاش خصك تحط القفص في بلاصة مضويه مزيان، او لا تحطو في بلاصه النص ديال القفص تكون فيه الشمس والنص الاخر تكون فيه الظل، باش الطائر الا بغى يوقف في الظل يوقف، ولا بغى يوقف في الشمس يوقف. ثاني حاجه هو تعاون الطيور انهم يتبردوا بحمام صغير، يعني غادي تشد واحد الطبسيل او لا طاسه صغيره دير فيها الماء، ماشي لا ودي يكون بارد من كلاصي من الثلاجه، ماء عادي ديال الروبيني، وتحطوا ليهم يستحموا فيه. ومن الافضل تحطوا ليهم قبل الظهيره، يعني في الصباح ما بين 9 ديال الصباح و 12 ديال النهار، باش يتسنى لهم الوقت فين ينشف الريش ديالهم وباش ما يضربوهمش البرد. ثالث حاجه اللي خصك تنتبه ليه هو الماء ديال الشريب. من الافضل انك تبدلو 2 مرات في النهار، ماشي لا بده يكون ماء بارد من الثلاجه، الماء ديال الروبيني كافي، الماء ديال الحنفيه كافي. ومن الافضل انك تزيد لهم بعض قطرات ديال الفيتامينات من الاختيار ديالك، هذا باش يعاونهم انهم يقاوموا ارتفاع درجه الحراره. رابع حاجه اللي هي المراقبه، خصك تراقب الطائر ديالك مزيان باش تعرف الحاله الصحيه ديالو. مثلا الا شفتيه كيحل فمو بزاف او لا كيتنفس من فمه، فهذا دليل على انه عيا او لا عنده صعوبه في التنفس بسبب ارتفاع درجه الحراره. او الا شفتيه واقف ما كيتحركش بزاف، حيت الطيور فيشر بالطبيعه ديالهم هما حركيين، الا شفتيه واقف ما كيتحركش بزاف او لا نافخ الريش ديالو، هذا يقدر يكون دليل على انه كيحس بارتفاع درجه الحراره. او لا جناحو مرخيين، فالا شفتي جناحو مرخيين هذا دليل كبير على ان الصحه ديالو في تدهور، وخصك تدخل باش تعاونوا على انه يقاوم ارتفاع درجه الحراره. خامس حاجه اللي خصك تنتبه ليها هو الاكل ديالو. ما خصكش تعطي للطيور ديالك اكل اللي مليء بالدهنيات، بحال مثلا الزريعه، ما تعطيهمش الزريعه بكميات كبيره، حيت هما كتعجبهم الزريعه وكياكلوها بزاف. هذا مش انه يرفع الدهنيات في الجسم ديالهم، وهذا غادي يرفع عليهم، غيساهم انه يرفع درجه الحراره ديالهم. داكشي علاش خصك تعطيهم كميات منتظمه وقليله، وتعاونهم باكل اللي كيبرد لهم الجسم ديالهم ومليء بالماء، بحال مثلا الخضر او الفواكه. وفي الخضر كنصح بالخيار والباربه، هادو جوج ديال الخضر اللي عامرين بالماء وكيبردوا الجسم، ولكن خصك تعطيهم عاوتاني كميات محدوده، حيت الا عطيتيهم بزاف كل نهار كتعطيهم الاكل ديال الخضره، فهذا غادي يقدر يؤدي للاسهال ديالهم. وفي الاخير خصك تعرف ان الطيور فيشر هي ارواح اللي انت مسؤول عليها، داكشي علاش خصنا نوفروا ليها ظروف الراحه، خصوصا ملي كترتفع درجه الحراره. وما تنساش دير اعجاب وتقول لي في التعليقات شنو كدير انت باش تعاون الطير ديالك يقاوم من ارتفاع درجه الحراره. والا كنتي مازال ما اشتركتيش فنتمنى دير اشتراك باش نشوفك في الفيديو الجاي. الله.